لا يا اخوان، لا يا اخوان، لا. عاجل. إنا لله وإنا إليه راجعون. وفاة خالد مقداد مؤسس قناة طيور الجنة اليوم، وانهيار عصومي، ووليد مقداد بالبكاء في المستشفى لحظة إعلان وفاته، وسبب الوفاة صادم. إليكم التفاصيل، ولكن قبل أن نبدأ نستحلفكم بالله العزيز أن تضغطوا إعجابا لهذا الفيديو، وتتركوا دعوة بالرحمة لخالد مقداد والصلاة على رسولنا الكريم. اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم بخبر صادم وغير متوقع، وهو وفاة خالد مقداد بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أدت إلى تدهور حالته الصحية بشكل سريع. مصادر متداولة أشارت إلى أنه نقل على وجه السرعة إلى المستشفى، حيث حاول الأطباء إنعاشه لساعات طويلة، لكن دون جدوى، ليفارق الحياة في ساعات متأخرة من يوم الأربعاء. المشهد الأكثر قسوة كان لحظة إعلان الأطباء خبر الوفاة، حيث عم الحزن والانهيار على أفراد العائلة. مشاهد صادمة نقلها البعض تظهر بكاء وصدمة أبناء خالد مقداد الذين لم يصدقوا ما حدث. الجمهور هو الآخر دخل في حالة من الحزن الكبير، فخالد مقداد لم يكن مجرد رجل أعمال، بل رمزا ارتبط اسمه بطفولة الملايين من الأطفال عبر قناة طيور الجنة التي صنعت البسمة في وجوه الصغار والكبار. وبحسب ما تم تداوله، من المقرر أن يشيع جثمان خالد مقداد غدا في جنازة مهيبة يحضرها الأهل والأحبة والجمهور لتوديع الرجل الذي ترك بصمة لن تمحى في عالم الإعلام. في حال ما تم تأكيد صحة الخبر، شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليوصلكم كل جديدنا.